يروي أهل السير أن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها كانت من أعظم نساء جزيرة العرب قدرا ومالا، حتى قيل إنها كانت من أثرى نساء قريش، وأن تجارتها تعدل تجارة كثير من ساداتها. كانت تاجرة حكيمة ذات حسب ونسب، فارعة الطول، جميلة الخلق والخلق، وقد ترملت عن زوجين، فخطبها كبار رجال قريش وساداتها، لكنها اعتذرت عنهم جميعا. لم يكن المال وحده ما يميز خديجة، بل كان عقلها وحكمتها ونقاء قلبها. كانت رضي الله عنها تستأجر الرجال لتجارتها، فتعطي بعضهم نسبة من الربح وبعضهم أجرا معلوما. وفي يوم من الأيام قيل لها عن رجل يدعى محمد، عرف بين الناس بالصادق الأمين قبل أن يبعث نبيا، فاتفقت معه أن يخرج بتجارتها إلى الشام، وأرسلت معه غلامها ميسرة. خرج محمد بالتجارة وعاد بعد مدة، وقد عاد معها ربح لم تعرفه خديجة من قبل. تعجبت واستدعت ميسرة وقالت له: ما شأن هذه الرحلة؟ ما الذي رأيت؟ قال ميسرة: والله يا سيدتي، لقد رأيت أمرا عجبا، ما خرجنا من مكة ولا دخلنا الشام ولا عدنا منها إلا وسحابة تظلل محمدا أينما سار. ثم قال: حتى إنني طلبت منه أن نتسابق، أردت أن أختبر الأمر فسبقته، والله إن السحابة كانت تسبقه ثم تعود إليه. فقالت خديجة: الله أكبر. مرت الأيام، واجتمعت خديجة بصديقة لها تدعى نفيسة بنت منية، وكانت امرأة عاقلة حكيمة، فحدثتها خديجة عن محمد وعن الرحلة وعن ما رآه ميسرة. قالت نفيسة: يا خديجة، أما لك في الزواج؟ قالت: ومن؟ قالت: محمد. قالت خديجة في دهشة: ويقبل بي محمد وقد اعتذرت من سادات قريش؟ قالت نفيسة: دعي الأمر لي. وكان محمد في نحو 25 من عمره، وخديجة تقارب 40. ذهبت نفيسة إلى النبي وقالت: يا محمد، أما لك في الزواج؟ قال: ومن يزوجني ولا مال؟ قالت: أما لك في صاحبة الحسب والنسب والمال والجمال؟ قال: ومن تعنين؟ قالت: خديجة. قال في دهشة صادقة: وهل تقبل بي خديجة؟ قالت: نعم، اقبل. فقال: قد قبلت. رجعت نفيسة إلى خديجة فبشرتها، ثم عادت إلى النبي وأخبرته بقبول خديجة، فذهب إلى أعمامه وخطبت خديجة، وكان مهرها قرابة 80 ناقة. فتم أعظم زواج في الدنيا لأعظم زوج وأعظم زوجة، وكان حب النبي لخديجة حبا لا ينسى. تقول عائشة